السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب ام لولا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معطر جو في منتهى الجمال. معطر جو ب2 جنيه بس. ازاي يا ام لولا ب2 جنيه بس معطر جو ممكن يقعد معاكي شهر بحاله؟ تمام. هنعمل ايه يا جماعة؟ هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول هو طبعا لا مقادير ولا اي وصفه. طبعا احنا كنا مخزنين عصير البرتقال. تمام. وده القشر بتاعه. احنا قلنا ما بنرميش حاجه. احنا عملنا العصير من البرتقال وشلناه خزناه، والقشر مش هنرميه. عند ام لولو مش هنرميه. هنقول لكم معطر الجو ده، قشر البرتقال ده هنعمل منه معطر جو ازاي. احنا معانا قشر البرتقال. تمام. ومعانا البخاخه اللي هنحط فيها المعطر باذن الله. والازازه دي بقى فيها السر هقوله لكم بعد ما نعمل الوصفه بتاعتنا. اولا قشر البرتقال. قشر البرتقال معانا طبعا. هنملى الحله كده ميه. تمام. ونسلقه ونسيبه يومين في التلاجة بعد ما يبرد. تمام. هنسلقه ونسيبه يومين في التلاجة عشان ينزل الزيوت اللي فيه، اللي في القشر كلها. خلاص. هنسيبه يومين بعد ما نسلقه جامد. هنسيبه يومين في التلاجة عشان الزيوت دي كلها تنزل في المية بتاعت المعطر بتاعتنا، علشان الازازة دي فيها السر. وهقولك ان شاء الله هنعمل ايه. هنسلق القشر وهنرجع لكم. اهو يا حبايب قلبي قشر البرتقال بعد ما سلقناه. شايفين في الميه. طبعا اتنقع يومين في التلاجة بالميه بتاعته علشان يدي ريحه قويه وينزل الزيوت. تمام. احنا هنا هنصفيه. تمام. بالقمع ده كده. شايفين احنا صفينا. والازازه دي بقى فيها اسانس برتقال. اسانس برتقال ده بصي نص معلقه صغيره فقط لا غير. بتتحط طبعا المعلقه دي صغيره قوي. بتتحط في الميه بتاعت عصير الميه اللي منقوع فيها قشر البرتقال. تمام. وهنكمل كده. بسم الله ما شاء الله. ما اقولكيش على الريحه. ريحه في منتهى الجمال. انا بعملها من سنين. وبعد كده بنقفل البخاخه بتاعتنا بالشكل ده. بترجيها. تمام. وترشي بقى ايه في الشقه كلها. ريحه ما اقولكيش. بسم الله ما شاء الله على الجمال. ريحه نفاذه جدا. والازازه دي ب2 جنيه يا جماعه. بصي ممكن تعمل معاكي 3 مرات يقعدوا معاكي شهرين. تمام. وهنا في وصفه تانية كده يبقى المعطر بتاعنا خلاص معطر الجو. وهنا بقى هنعمل حاجه تاني. دي برضو حاجه سهله جدا. بتنفع جدا جدا برضو من قشر البرتقال. الميه بتاعت قشر البرتقال احنا هنصفي كده. تمام. هنصفي الميه بتاعت القشر كده. وهنضيف نص كوبايه مسحوق مواعين بتاعت اي مسحوق في ريبريل اللي عندك. تمام. صابون المواعين. ونحط الخل ونضيفهم. طبعا انا حطيت كتير هنا. احنا هنضيفهم مع بعض. معلقه صغيره بيكربونات. تمام. ونضيف المكونات دي على بعض. ميه قشر البرتقال مع الصابون السائل مع الخل مع الكربونات معلقه صغيره. دي بقى وصفه جباره. تغسلي منها البوتاجاز، تغسلي منها الحوض، تغسلي منها السيراميك. بصي وصفه بسم الله ما شاء الله. هتجربيها وهتدعي لي. وده طبعا المعطر بتاعنا بسم الله ما شاء الله. ما اقولكيش على الريحه. طبعا هيبقى مركز بالايه باسانس البرتقال ده. احنا قلنا نص معلقه صغيره او معلقه صغيره براحتك في البخاخه دي. البخاخه دي هتكفي معاكي شهر وممكن 20 يوم يعني على حسب استخدامك. تمام. ده معطر الجو بتاعنا الطبيعي 100%. وده طبعا احنا قلنا اسانس البرتقال. خلاص. ودي الوصفه بتاعت الاحواض والسيراميك. وممكن تحطيها على السيراميك تمسحي بيها البلاط عشان تبقى ريحته حلوه وجميله. تمام. احنا هنخلط كل الحاجات دي على بعض. وبعد كده نحطها في علبه المسحوق بتاع
الصابون السائل. خلاص يا حبايبي، ويا رب كده ان شاء الله ان شاء الله لو جربتوها الوصفه دي باذن الله هتعجبكم وهتوفر معاكم كتير جدا، وهي ريحتها حلوه جدا، واحنا مش اختراع ولا اي حاجه، دي الحاجه بتاعتنا موجوده في البيت، ويعني من لا شيء بنعمل معطر جو في منتهى الجمال، ولا يعمل حساسيه ولا اي حاجه. ب2 جنيه ازازه زي دي كده اسانس برتقال، تحطي منها معلقه صغيره او نص معلقه على حسب براحتك. وده منظف كده للاحواض وللسيراميك وللبوتاجاز، بيخلي ريحته بسم الله ما شاء الله جباره. انا بعملهم والله من سنين، وان شاء الله تعجبكم باذن الله. وان عجبتكم الوصفه لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ومعاكم الاكل على اصول من مطبخ ام لولو، ويا رب ان شاء الله وصفاتنا تكون تنال رضاكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.